بسم الله الرحمن الرحيم. مما هو معلوم بأن القضية الفلسطينية أصبحت في طي النسيان، ما عاد لها ذكر لا في المحافل الدولية ولا في القمم العربية ولا في الاهتمامات الإسلامية، وحتى الشعوب أصبحت تسمع بها بين الحين والآخر. ما عادت لها هذه الاهتمامات التي كانت في أوقات الانتفاضات والثورات العربية، الثورات الفلسطينية. لما جاء طوفان الأقصى حرك الماء الراكد وأعاد القضية الفلسطينية إلى بؤرة اهتمام العالم، ليس فقط العرب ولا المسلمين، وإنما أصبحت هي محط اهتمام العالم، كل العالم. العالم الآن بدأ ينظر إلى الشعب الفلسطيني على أنه شعب لم يعد قادرا على الصبر والاحتمال على كل هذه السنوات من عام 48 وحتى عام 23 بداية الطوفان، ضنك وحصار وقهر وعذابات وسيطرة على المقدسات واعتداء على الشباب والأطفال والنساء، ثم مصادرة الأراضي بمساحات واسعة ومحاصرة غزة وحرمانها من أدوات الحياة البسيطة. هذا أدى إلى هذا الانفجار، هكذا فهم الناس، وهذا الفهم له شيء كبير من الواقع حقيقة. هو هذا سبب من الأسباب لانفجار الطوفان. السبب كذلك المهم في انفجار الطوفان هي أن فلسطين أرضنا، هي ليست للاحتلال، وسيطر عليها الاحتلال بمؤامرة إقليمية وبدعم أجنبي، بدعم غربي وشرقي ومن الجميع. الدعم كان من الجميع، ولذلك كان هذا الطوفان، لأن هذا الطوفان يثبت بأن الشعب الفلسطيني ما نسي حقوقه وما نسي أرضه وما نسي مقدساته. العدو كان يتمادى لأن الدنيا كانت راكدة والعرب مستسلمين للأمر الواقع، والمسلمون لا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا، والعالم الغربي مرتاح لأن ربيبته إسرائيل كانت تعيش في أحلى أيامها. جاء هذا الطوفان فقال للناس، كل الناس عربا ومسلمين وأوروبيين وشرقيين وغربيين، قال لهم: إذا كنتم أنتم نسيتم حقوقنا وأرضنا فنحن لم ننسها، بل هي في قلبنا وستبقى في قلبنا، وسنفعل كل ما نستطيع من أجل استعادتها. ولذلك كان هذا الطوفان بهذا الشكل وبهذا الأداء. ماذا حرك الطوفان؟ ماذا فعل في العالم؟ نعم، فعل الكثير. فعل أن الشعوب تحركت. أولا الشعوب العربية تحركت حتى في الدول المجاورة لفلسطين التي كان يمنع عليها الحراك، في الأردن، في مصر، في المغرب العربي، في تركيا، في إندونيسيا، ماليزيا، باكستان. ثورات صارت في الأمة العربية حتى وصلت إلى المحيط الأطلسي، المغرب وموريتانيا وشمال إفريقيا، والدول الإفريقية تحركت وجنوب إفريقيا تحركت. إذن أصبح حراك عالمي، لأنه أدرك بأن هذه القضية قد طال الظلم فيها من هذا الاحتلال ومن داعميه، فبدأت الشعوب تتحرك، وكانت حركة الشعوب قوية لدرجة أنها قد طالت يعني قد امتدت إلى رجال الأعمال ومقاطعة لشركات داعمة للاحتلال، وكذلك للطلبة في الجامعات، لأن الطلبة في الجامعات أدركوا بأن هذه الجامعات هي جزء من الدعم التكنولوجي والمادي لدولة الاحتلال، لدرجة بأن التقديرات تقول بأن الجامعات الأمريكية وحدها تدعم الاحتلال بما يزيد على 430 مليار دولار، كلها اكتشافات واختراعات وتطورات علمية، وهي التي زودت الاحتلال بأنواع المسيرات التي تقتل الناس في الشوارع الآن. هذا كله إنتاج الجامعات الأمريكية. ولذلك وصلت إلى إضرابات داخل الجامعات واحتجاجات واعتصامات، وصلت إلى الكنائس في العالم الغربي، وصلت إلى اليهود الذين يرفضون إجراءات هذه الدولة اللقيطة المؤقتة المسمى إسرائيل، دولة إسرائيل، وصلت إلى إفريقيا، إلى العالم الإسلامي. إذن أصبح هناك ثورة عارمة. لم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، وإنما انعكس هذا الحراك
إلى الحكومات والقرار السياسي. يعني نحن نرى بأن إجماع شبه إجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤيد إقامة دولة فلسطينية ويطالب بوقف الحرب. الآن لأول مرة 14 صوت في مجلس الأمن مقابل صوت واحد يرفض، وهو هذا الظلم الواقع على العالم بسبب حق الفيتو. أصبح الآن 14 صوت، أمريكا معزولة بجوار دولة الاحتلال المعزولة. محكمة العدل الدولية التي قررت نتنياهو ومجموعة الظلم الموجودة معه بأنهم مجرمو حرب، أيضا هذا كله من نتائج الطوفان. ولذلك نتائج الطوفان وردة الفعل الصهيونية والدعم الأمريكي هو الذي أدى إلى هذا الحراك والتغير في المزاج العالمي. يعني أولا هو الاتفاق الذي تم، ما ليس اتفاقا، هو مبادرة أو خطة أو ورقة أمريكية باسم ترامب. هذه الورقة الأمريكية بعد التجارب العديدة من قبل ترامب، ثبت أن ترامب متقلب المزاج وليس له كلمة. عرض مبادرات عديدة قبلتها الحركة وتراجع عنها هو وويتكوف ومجرم الحرب نتنياهو، تراجعوا. ولذلك ورقته ليست لها قوة وهيبة رئيس، يعني هو الذي يدعم الاحتلال وحده في العالم. إذن هل يستطيع أن يجبر الاحتلال على ما يريد؟ لا يستطيع. ترامب هو عرض ورقة على العرب والمسلمين الذين كانوا مجتمعين معه قبل إعلانها عبر الإعلام، ثم تبين أنه تم تعديل وتغيير هذه الورقة لما غادر هؤلاء وجاء مجرم الحرب نتنياهو. إذن ترامب ليس رجل كلمة وليس رجل موقف، هو يريد أن يعطي نتنياهو كل شيء على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب قضيته وعلى حساب شعبه. حركة حماس بالمقابل هي حركة مبدئية، عندها مبدأ. هذا المبدأ إذا أي عرض يتوافق مع هذا المبدأ ستتنازل عن كثير من الأشياء ومن الأمور الهامة التي لا تؤثر على هذا المبدأ. حتى الآن هذه الورقة موقف الحركة منها تحت الدراسة، لم تعطي فيها رأيا، لكن مما تسرب عن بعض في بعض وسائل الإعلام عن بعض قيادات في الحركة لم يعلن عن أسمائهم، يدل على أن الحركة، حركة حماس، لا تقبل بهذه الورقة كما هي. هناك بنود اعترضت عليها كما قلنا في بعض وسائل الإعلام عن بعض القيادات، منها نزع السلاح، منها عدم وجود برنامج محدد للانسحاب، منها الوصايا الأمريكية والبريطانية من بلير وترامب على هذه كل أمور. الحركة أعطت موقف من خلال بعض المسؤولين الذين لم يعلن عن أسمائهم بأن هذه غير مقبولة لدى الحركة. لكن على ما يبدو بأن هذه الورقة المقدمة من ترامب أعتقد بأنها حملت معها عوامل الفشل قبل أن تبدأ.